السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. معكم مروة مروة من قناة يوميات سعد ومروة. هنعمل مع بعض النهاردة المعمر بطريقة سهلة وبسيطة. هقول لكم على المقادير والتركات والحركات بتاعته كلها، وهنعمل مع بعض تتبيلة سهلة وسريعة للفراخ. هنشويها بيها وبإذن الله هتعجبكم. بس يا ريت اللي لسه ما اشتركش معايا في القناة ينزل تحت ويشترك من كلمة اشتراك ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. وبالهنا والشفا. يلا بينا على المكونات ونشوف الطريقة ازاي. انا معايا هنا بصلتين، الفرخه دي 2 كيلو. معايا هنا بصلتين انا بشرتهم وحطيت عليهم شويه ملح علشان الملح يدوب يعني وتنزل الميه بتاعتها. وعندي هنا ربع قرن فلفل اخضر وربع قرن فلفل احمر. هحط ما بحطش بس البهارات اللي بستخدمها. معايا هنا نص معلقه صغيره من بتاعه الشاي فلفل اسمر، نص معلقه بهارات لحمه. ما اقدرش استغنى عن بهارات لحمه في اي تتبيله بعملها. ربع معلقه صغيره سبع بهارات، الملح حسب الرغبه. ذره بسيطه خالص كده من القرفه الناعمه. ربع معلقه صغيره شطه، ربع معلقه صغيره جنزبيل. تقدر تزودي في الشطه لو انت عايزاها سبايسي شويه عن كده. هحطهم بقى دلوقتي واقلبهم واسيبهم مع بعض يرتاحوا حوالي 5 دقايق كده قبل ما احشي بهم الفرخه. طبعا الفرخه انا هبقى مغزغزاها من تحت الجلد بالسكينه عشان تشرب التتبيله، عشان ياخدوا ويدوا مع بعض كده حوالي 5 دقايق. التتبيله دي علشان انا بسوي الفرخه في الحله، فعشان كده انا ما بحطش اي حاجه من زياده يعني فيها، عشان هي كده كده هتستوي بقى في الحله. انما اللي بسويها على السيخ انا مش عارفه عملتها معاكم قبل كده برضو ولا لا. انا بشر البصل ده في المبشره. هعملها معاكم برضو قبل كده. هقلبهم مع بعض كده في المعلقه بالمعلقه. الريحه بتاعتهم بجد خطيره. انا شويت قبل كده فراخ على الفحم وعملتها في فرن البوتاجاز قبل كده متقطعه اربع، وعملتها في فرن الكهرباء على الشوايه نفسها السيخ اللي بيلف. وشويتها بتتبيله الزبادي. عملتها كذا مره بس والله ما انا عارفه انا بصورها ولا لا، لان انا بكسل اصور لان مفيش اصلا مشاهدات، يعني مشاهدات قليله جدا. فكل طريقة شوي من دي لها تتبيلة مختلفة. ان شاء الله نعملها مع بعض لما كنتش صورتها قبل كده نعملها مع بعض. كده بقى سبت التتبيلة يجي 10 دقايق. هغزغز بقى الفرخة، بغزغزها من تحت الجلد عشان تشرب التتبيلة براحتها. زي ما انتم شايفين كده من عند الكتف، باجي عند كل عظمايه كده عند الكتف وعند الفخذ بديلها غزه كده برضو عشان ايه اضمن السوا بتاعها. هي مش كبيره يعني هتستوي على طول، بس الحتت اللي ما بقدرش اوصل لها بالسكينه من تحت الجلد بعملها من بره كده زي ما انتم شايفين عند المفصل كده. هنبدأ بقى نحشي تحت الجلد كده زي ما انتم شايفين. حاولي ادعكيه كده علشان جسمها يشرب من التتبيله. تحت الجلد بتاع الفخذ كمان عشان ياخد الحته بتاعته تبقى محشيه بصل. بجد التتبيله ريحتها خطيره. تحط على وشها كمان كده، ونحط شويه في ارضيه الحله. ودي انا متبلاها من الليله اللي قبلها. مش على ما تيجي توليها عليها بقى هتلاقيها بتسرد ميه. معلش التليفون بس اتهز. تحاولوا تحطوا زي في كل حته تكون فيها فتحات كده، يعني في الورك من هنا كده
انا كنت عامله حوالي بصلتين، تقدري تكتري تقدري تقللي زي ما انت عايزه، بس احنا بنحب يعني مقدار البصل ده معقول قوي على الفرخه دي لانها مش كبيره. هحطها بقى في الحله بتاعتها. انا خلاص كده حطيتها في الحله اهو، هغطي عليها بقى واسيبها لتاني يوم. والله من دلوقتي وريحه التتبيله بتاعتها خطيره. هنولع عليها مع بعض تاني يوم بقى ونعمل جنبها صينيه معمر. هنا الفرخة انا نقلتها في حلة اكبر بس شوية، المية اللي نازلة منها اهي. ما تزوديش طبعا مية خالص، هي هتستوي في البخار بتاعها، في المية اللي نازلة دي هتنزل لسه مية كمان تسوي. هنا نقلتها على وشها، يعني خليت الصدر بس هو اللي تحت، ومجرد ما هياخد غلوة ده على نار عالية، مجرد ما النار ما المية دي تبدأ تغلي هوطي عليها خالص بقى وتاخد سواها حاجة بسيطة، وفي 3/4 السوا كده هقلبها تاني على ظهرها. بس كده هولع دلوقتي بقى، انا مولعه على الفرن يسخن. وهولع معاكم على المعمر. انا غسلت هنا الرز ونقعته في الميه حوالي ربع ساعه. على ما طلعت الدور غسيل كده، انا كده كده يعني بحب انقع الرز الاول بميه حوالي 10 دقايق او ربع ساعه لحد ما احس ان الحبايه بتاعته بدأ لونها يتغير كده، عشان بحس انها بتشرب اللبن اكتر. نقعته ربع ساعه زي ما قلت لكم. دلوقتي كوبايه الرز المصري اللي هو العادي بتاعنا ده، في العامية يعني في عامة بياخد كوباية قصادها سوائل. فكوباية الرز هتاخد كوباية لبن قصادها، بس علشان المفروض ان اللبن المعمر يكون طري شوية عن الرز العادي. بحط كوباية وربع، كوباية وزيادة عن الربع شوية كمان سوائل. احنا بنحب الحباية بتاعة المعمر، وعامة اصلا المعمر عامة بيبقى حلاوته ان هو يبقى طري شوية عن الرز. عايزاه مفلفل يبقى كوباية قصادها كوباية رز قصادها كوباية لبن. انا انا بحب احط لبن وميه، يعني بحط اللبن كوبايه قصادها كوبايه، بس الربع ده بحب ازوده ميه. يعني ما يكون اللبن والميه مع بعض كده بيدي طعم احسن ما يكون كله لبن. دلوقتي انا غليت اللبن من امبارح عشان اجمع الوش بتاعه، لان انا نسيت اجيب قشطه. هفضيها هنا دلوقتي واحط معلقه سمنه. تقدري تستخدم معلقه السمنه دي وتحطها على الوش مره واحده. انا بحط دلوقتي معلقه سمنه وانا بدعك القشطه في الرز، وفي نفس الوقت بحط معلقه بحط سمنه برضو وهو بتردد في الاخر. انا حطيت هنا كده الوش زي ما انتم شايفين. هحط كمان معلقه سمنه. حطيت هنا كده معلقه كبيره سمنه مش مليانه قوي، علشان زي ما قلت لكم انا بحب احط على الوش وهو بتردد سمنه برضو ما يبقاش سمين قوي يعني. طبعا لو عندك قشطه بزياده بتدي طعم خطير في قلب المعمر. هقلبها بقى كده في قلب الرز لحد ما السمنه والوش يغلفوا من الرز كله. نرجع نعاير مع بعض اللبن ونحط هنا كده. بعد ما الرز اتغلف باللبن والقشطه احط بقى عليه اللبن بالقشطه والسمنه. احط بقى عليه اللبن والملح. كوبايه كوبايه الرز انا بحط عليها معلقه صغيره بتاعه الشاي ملح، بس مش مليانه قوي. في المعمر انا بقلل نسبه الملح شويه عن الرز العادي، لان اللبن اصلا بيبقى عطوله حدوقيه شويه يعني. بدل ما تحط معلقه صغيره لا حط معلقه الا ربع، علشان يبقى كميه الملح بتاعته يبقى كده مظبوطه. وبرضو الملح حسب الرغبه، حسب ما انت بتحبي انت بقى، هي دي الكميه المناسبه بالنسبه لي. كده خلاص انا ظبطت اللبن بتاعه، وزودت على كل كوبايه برضو ربع كوبايه ميه زي ما قلت لكم، وحطيت الملح بتاعه كل حاجه. هسيبه بقى يتنقع في اللبن بتاعه كده حوالي 3 ساعات او ساعتين على حسب الوقت المتوفر عندك. انا كان ايام المدرسه بقوم العيال ماشيه الساعه 7 الصبح انقعه واولع عليه بعد الظهر على الساعه 12 ولا الساعه 1، يعني كان بيقعد معايا 4 5 ساعات منقوع، وكان بيبقى زي الفل. المعمر حلاوته ان انت تنقعيه فتره كبيره في اللبن ما بيجرالوش حاجه، ده بالعكس بيخلي الحبايه بتاع الرز تبقى طريه وجميل. هسيبه بقى منقوع، وان شاء الله كده لما اجي اولع عليها هرجع لكم. ما تنسوش بس تدعموني باللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. قبل ما انسى، انا اول مره اعاير قدامكم كده، واول مره اعاير اصلا بالكوبايه وكميه السوائل او بالمعلقه الملح او كده. انا كنت بحطه بالنظر لان انا متعوده ان انا بعمله على طول. بس انا حبيت ان انا اعمله بالكوبايه وبالمعلقه عشان انا لسه وجدت في المطبخ، وعلشان برضو نغم بنتي في وقت من الاوقات لو انا لا قدر الله مش موجوده في حياتها، ابقى اما تيجي تفتح الفيديو لو واقف عليها او كده تيجي تفتح الفيديو تبقى عارفه المعيار بالظبط بتحط ايه. ربنا يخليكم لولادكم ويخليكم ولادكم وتفرحوا بهم باذن الله. هسيبه بقى منقوع وارجع لكم وقت التسويه.
حطيت صينيه المعمر بس على النار تاخد غلوه. مجرد ما هلاقي اللبن بقى بيغلي هحطها في البوتاجاز، لان البوتاجاز بتاعي نار هاديه شويه. وعامه اصلا لما تيجي تعملي المعمر في فرن البوتاجاز العادي لازم تاخديه غلوه على النار هنا الاول علشان يساعد ان هو يغلي في الفرن بسرعه. يعني يلحق ان هو يغلي في الفرن بسرعه وياخد وش قبل ما اللبن يسخن على الرز والرز يشربه قبل ما يعمل وش والحاجات دي كلها. هاخده هنا غلوه وهحطه على الصاجه نفسها بتاع الفرن من تحت، وهدي النار عليه شويه. هيغلي برضو، بس هبقى مهديه النار عليه شويه عشان برضو ما تطلعش من تحت، وفي نفس الوقت مولعه الشوايه من فوق عشان ياخد وش على نار هاديه خالص. هوريكم برضو كل المراحل دي ما نوصل لها. هنا خلاص بدأ يغلي اهو زي ما انتم شايفين. هسيبه بس يغلي كمان دقيقتين وهنزله بقى في الفرن على الصاجه زي ما قلت لكم. هسيبه ياخد غلوه في الفرن واحده برضو على نار عاليه، وهدي عليه برضو واسيبه يغلي بس على النار المتوسطه. وبعد كده لما يشرب اللبن اللي فيها هوطي عليه بقى يتردد زي الرز، نفس تسويه الرز بالظبط. هنزله بقى على الصاجه دلوقتي علشان برضو قبل ما الرز يشرب اللبن. طبعا مولع الشوايه على نار هاديه علشان ياخد وش برضو وهو بيستوي. خلاص هنا كده المعمر استوى. حطيت على وشه سمنه اهين ساحت لسه الحتتين دول. هدخله في الفرن برضو على نار هاديه جدا زي الشمعه، واغطي عليه واسيبه يتردد من هنا للفطار بقى. لسه حاجات بسيطه خالص على الفطار، هسيبه يتردد بقى براحته زي الرز. وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا، وعملنا المعمر وعملنا الفراخ المشويه بالطريقه السهله والبسيطه دي والطحينه. وان شاء الله الفيديو يعجبكم. متنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وبالهنا والشفا.